مبسوط طبعا ان انا عملت العمليه، ومبسوط ان انا الحمد لله ماشي على رجلي دلوقتي، وباذن الله هعمل عمليه رجلي الثانيه باذن الله. معانا محمد. كان عندنا قطع في الغضروف الهلالي الداخلي من المنشأ الخلفي بتاعه، واتعمل له إصلاح كده. احنا أول غير بعد العملية بقالنا أسبوع. دي الفتحات بتاعة المنظار، الغرزة دي والغرزة دي، والغرزتين اللي تحت دول مكان الزرار اللي بنشد عليه الخيط اللي مصلحين بيه الغرزة. محمد جاي لنا النهارده الحمد لله ماشي على رجله، أمورنا تمام، ملناش أي مشاكل بفضل الله. احنا كده بقالنا قد ايه من العمليه؟ احنا بقالنا من يوم الجمعه ان شاء الله 6 ايام النهارده، وجاي ماشي على رجليك الحمد لله جاي ماشي على رجلي. عملنا العمليه دي اصلا انت كان شكوتك ايه؟ انا كانت شكوتي بقى رجليا كانت بتورم كل يوم بالليل، ما كنتش بقدر اطلع حتى درجه سلم، لكن الحمد لله دلوقتي انا ماشي على رجلي والحمد لله الدنيا بقت تمام معايا. الالم كان بعد العمليه بيوم كان الالم شديد، عشان دي طبعا عمليه وبتاع. بعد كده بقى خف خالص الالم الحمد لله. الالم بقى ابتدي يخف خالص والحمد لله. ربنا يبارك للي عملوا في العمليه الحمد لله. يعني الالم دلوقتي بقى ما فيش يعتبر ان شاء الله باذن الله. انا حاسس برجلي الثانيه برضو، بس ان شاء الله بقى اعملها وباذن الله بعد ما دي تخف على طول. مبسوط طبعا ان انا عملت العمليه، ومبسوط ان انا الحمد لله ماشي على رجلي دلوقتي، وباذن الله هعمل عمليه رجلي الثانيه باذن الله. لان انا بشكي، انا شغال في اجهزه رياضيه، فبشيل تقيل وبركب تقيل وبتاع، وانا حاسس برجلي الثانيه ان هي تعبانه برضو. انما بعد ما شفته في رجلي دي الحمد لله هعمل الثانيه باذن الله. وانت عرفتنا ازاي يا عم محمد؟ يعني وصلت لنا منين؟ انا وصلت لك عن طريق النت يا دكتور. يعني انا بفتح النت بالصدفه كده لقيت الدكتور اسامه بيقول قطع في الرباط الهلالي والرباط الصليبي، فانا قلت ما اجرب حظي. طيب فجربت حظي ولقيت الدكاتره محترمين والله يبارك لهم. كان حظك كويس يعني؟ الحمد لله والله كان حظي كويس، وربنا يبارك في اللي عمل العمليه ويبارك فيهم يا رب وفي صحتهم. الف سلام عليك يا محمد. الله يسلمك يا دكتور اسامه.